شباب الاعمال اللي عايز يبدا هيقدر يبدا، واللي عايز ينجح هينجح. بنقول ان احنا بدانا، واما جيت الاول كنا لسه ما فيش ارض ناخدها ولا اي حاجه، جيت المنطقه الحره هنا وهيئه الاستثمار بصراحه، وبقولها بمنتهى الصراحه، بقدم لها كل الشكر والعرفان لانها وقفت جنبي جامد وادتني اول 4000 متر. احنا وصلنا دلوقتي ل 70,000 متر. بس النجاح من صناعات صغيره الى الصرف انا شايف ان هو بيفيد بشكل باشكال عديده موجه للتصدير، وكلنا عارفين يعني تصدير يعني جوده. مفيش بلاد اجنبيه بتقبل شيء مش مقبول يعني صناعيا ان يكون غير نمره واحد. يعني فرص للتوسع لا نهائيه. عندنا اسواق خارجيه، احنا مش بنتكلم على بلد واحده، احنا بنتكلم على 140 بلد. مدرسه في المصنع، وده يعني بالنسبه لي الشخص المناسب في المكان المناسب اخيرا. وسمعنا الاحتياجات السوقيه وتدريب مباشر، وده بيؤدي الى زياده الطاقه الانتاجيه. بس انا هزود عليه عشان انا جاي من صناعه برضه، ان هو باقل هالك وباحسن جيل او عائد. وجهه نظر الصناعه في التعليم، وبنبقى شراكه. الطالب بياخد حقه ومن التدريب اللازم، واحنا بنديله حقه من التعليم بحيث ان هو يطلع فعلا مواطن صالح. هذا النجاح يجب ان نتوقف امامه لنتعلم، نتوقف امامه لانه مثل يحتذى. ودعوني اعدد النقاط التي يجب ان نتوقف امامها. النقطه الاولى هو المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها هذا الصانع. السلام عليكم.